السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة حبيت اعمل فيديو كده. يعني الولاد طبعا بقالهم شوية محبوسين في البيت ومفيش اكل من بره وكده، فانا قررت ان انا اعمل لهم سندوتشات كبدة زي بتاعة الشارع او بتاعة العربية، يعني ايا كان المسمى بتاعها. المهم طبعا ان انا جبت كيلو كبدة، قطعتها كده مربعات صغننة، دي كبدة بلدي. لاني انا بصراحة بقرف جدا من الكبدة، يعني ممكن اكلها سندوتش كده من بره بس، ولا اجيبها ولا امسكها ولا اعملها ولا اشمها كمان. حاجة غريبة يعني. المهم ان انا جبت طاسة غويطة، عندك بقى طاسة، حلة، صينية، اي حاجة يعني. تمام كده. نزلت بشوية زيت حلوين كده. لو عايزة تحطي سمنة حطي، بس هي بتتعمل بزيت. نزلنا بشوية زيت، سبتهم لما يسخنوا، وبعدين نزلت عليهم بكيلو الكبدة. انا لما قطعت، او عامة مش حاليا، دلوقتي في اي وقت انا بجيب فيه كبدة بمسكها اقطعها، لازم احطها في مصفى. لو ربما يكون فيها شوية دم او شوية اي حاجة تتصفى منها يعني، بدل ما تتصفى في الطبق وترجعي تاخديها من الطبق تحطيها في الاكل على طول، لا. طبعا هنا انا حطيت سنة ملح وسنة فلفل اسود طبعا. اول ما نزلت الكبدة ده لازم، عشان خاطر اقضي لو فيها اي ريحة زفرة او حاجة. طبعا هبتدي اقلب الكبدة كده لحد ما اللون بتاعها كله يتغير. هي طبعا حاجة ما بتاخدش وقت ومعروفة يعني. طبعا هي هتبتدي لونها يغير، وهننزل عليها ببقية المحتويات بتاعة الكبدة. ايه هي بقى بقية المحتويات بتاعة الكبدة؟ طبعا هي بصوا، نزلت عليها بمعلقة محترمة من الثوم المفروم. حسيت ان هي مش كفاية، برضو حطيت حتة كمان بعد ما فكت وقلبتها. طبعا همسكها افضل اقلب فيها كده. بصوا انا حطيت حتة تومة كمان. هي طبعا كل ما بتكتري فيها التوم والفلفل بتبقى ريحتها وطعمها حلوين جدا. تمام كده. هبتدي طبعا اسيبها برضو شوية، وبعد كده هنزل عليها بالفلفل الاخضر اللي انا مخرطاه. دول كام قرن فلفل اخضر حار. انا طبعا خرطته وحطيته عليها الاول، اديتها تقليبه بيه. وبعد كده كان عندي فلفل رومي مخرطاه، نزلت عليهم بكميه برضو فلفل رومي حوالي 3 قرون. آه هنا انا حطيت شويه زيت تاني عشان حسيت ان هي الزيت بتاعها قليل. طبعا هبتدي ان انا اقلب برضو كويس جدا. هو في مقطع هنا ما اتحطش في الفيديو. وانا بزود هنا برضو حطيت شوية فلفل اسود تاني. وانا بزود آه، وانا بزود الفلفل الرومي، وبزود شوية خل و... ومرق الدجاج واحدة كده، قلت برضو تديها طعم وتست عالي. المقطع ده انا ما حطيتوش، بس انا هكتب لكم في صندوق الوصف. تمام كده. المقطع اللي ما اتحطش شويه اللي هم القرون الفلفل الرومي، وحوالي معلقتين 3 من الخل، ومكعب مرق الدجاج. هكتبهم لكم وهسيبهم في صندوق الوصف. هنا كانت خلاص دخلت في السوا. فدي في الاخر خالص انا كنت طبعا واقفه بعمل سلطه الطحينه، فدول قشرتين ليمون اللي بعد ما عصرتهم حطيتهم رميتهم كده في الكبده. وعايزه اقول لكم ان قشر الليمون ده اما تكوني بتعملي اي حاجه زي الكبده وتحسي ان هيكون ليها ريحه او ليها ريحه زفاره في الكبده البلدي او كبده الفراخ بالذات، يعني الحاجات اللي هي الحساسه قوي دي، وحطيتي فيها قشره ليمونه، بتشيل كل الزفاره اللي انت ممكن تتخيليها.
حتى في الشوربة لو لقيتي ريحتها مش عاجباكي حطي فيها قشرة ليمون. دايما قشر الليمون ده على فكرة انا مش برميه، يعني دايما بتلقى عندي كام قشرية كده بحطها في الفريزر لأي حاجة زي كده، بروح مطلعة واحدة منهم واروح حطاها في الشوربة، بروح حطاها في كبدة، في كبدة كبد وقوانص. كل الحاجات دي بتشيل الريحة لو زفرة، وبتدي ريحة نكهة الليمون. طبعا هنا خلاص كده كان الموضوع معانا انتهى، وايه وكنا عملنا سلطة الطحينة. الولاد ما كانوش عايزين عيش شامي، سوري عيش فينو، فقالوا لي لا احنا عايزينه كده عيش بلدي. فطبعا انا مسكت العيش كده عملته كده، وابتديت ان انا اظبط العيش كمان بتاع الساندوتشات. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما حطيتوش لايك للفيديو، يا ريت تنزلوا تحطوا لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش يا ريت تشتركوا عشان يوصلكم مني كل جديد، والقناه تكبر بيكو، و... وده دعم منكم ليا. طبعا هنا في وسط قبل ما احط الكبده حطيت في العيش معلقه طحينه، وكنت محمره بطاطس، وهبتدي انزل ايه بساندوتش الكبده. هحط بقى طبعا جوه السندوتشات الكبده، وعلى وشها الطحينه، وهياكلوا احلى سندوتش كبده معمول في البيت. كبده انت ضمناها شاريها من عند الجزار، نضيفه انت اللي عاملاها. عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها كانت احلى من بتاعه الشارع بكتير اللي الولاد بيجيبوها. وقلت يلا بقى ندلعهم، هم بقالهم كتير يا عيني قاعدين في البيت وما بيخرجوش وبطلوا يجيبوا اكل من بره، لازم طبعا نعوضهم الحاجات دي بحاجات احنا عاملينها في البيت، عشان ما يحسوش بزهق، ما يحسوش بملل، ما يحسوش حتى ان انتي مقصرة معاهم، لان هم حتى مش فاهمين ايه الظروف اللي احنا